كل حاجه بتزيد عن الحد بتقلب للضد طبعا. ودايما بنقول نظم حياتك وفكر في اكلك وفي صحتك قبل ما تاكل. هل المسليات دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ هي حلوه ووحشه. احنا قصه مسليات او ان هي نطلق عليها مسليات ان انت تسلي نفسك او تاكل حاجات تسلي بيها نفسك، هو الاكل ما يعتبرش تسالي. احنا دايما نفكر ان الاكل احتياج جسم محتاج ايه بديهوله. بس بعض الاحيان يا دكتور بيبقى فيه ملل. الله ينور عليكي. فبيبقى فيه ملل، محتاج ان انا اغير، اخد حاجه لها تيست، حاجه مثلا انا مودي وحش. عشان كده دايما بنقول بنطلع في فرق طاقتنا ده يا دكتور. ايوه بالظبط. بنطلع فيها طاقتنا. وده من الحاجات الخاطئه اللي انا لسه هقولها، ان انا ممكن ابقى باكل وانا مش جعان. صحيح. فبالتالي انا مش هاخد حاجه جسمي مش محتاجها الا لما يبقى محتاجها. ودايما نقول في فرق بين واحد جعان وواحد عنده جوع عاطفي، ان هو بياكل عشان يطلع طاقته. ايوه هو متضايق شويه فبيطلع طاقته في الاكل، متضايق فرحان شويه فبيطلع طاقته في الاكل. بيتسلى النهارده ايه، انا خلصت وجباتي فانا قاعد مثلا بتفرج على التلفزيون او قاعدين في المصيف، فبنجيب تسالي كده ناكلها واحنا قاعدين. صح. هل ده لازم اعمله كل يوم؟ لا، انا ممكن اعمله مره كل اسبوعين، مره كل شهر. ده صعب قوي يا دكتور. هي دي النقطه احنا لازم ناخد بالنا. انا ممكن اكل الحاجات دي انا بحبها وبحب اكلها، بس لو كلتها كل يوم انا بضر نفسي. هو اللي داخل منها ايه؟ لازم نفكر. هي مكوناتها ايه؟ لازم نفكر.